السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. عدنا مجددا مع فيديو جديد من الفيديوز المحببة والدردشة المقربة إلى قلبي. النهاردة إن شاء الله معنا فيديو جديد من قراءات شهر نوفمبر. وقراءات شهر نوفمبر كان فيها حاجة مميزة وجديدة، ألا وهي الكتب الPDF. وطبعا أنا طول عمري مش بحب الكتب الPDF، أو تقدروا تقولوا إن أنا بكرهها أساسا، بخلاف طبعا الكتب الورقية اللي أنا بقدر إن أنا أتفاعل معاها وأمسكها وبحس إن أنا بعيش تجربة حقيقية. لكن للأسف في بعض العوامل اللي أجبرتنا إن إحنا ناخد خطوة قراءة الكتب الPDF. أولهم طبعا غلاء الكتب بقت غالية بشكل كبير جدا، وانا الحمد لله معدل قراءتي كبير، فنظرا لاني بقرا كتير بحتاج برضو ان انا اشتري كتب ورقيه كتير. وللاسف اعلنت افلاسي من زمن بسبب الكتب، فكان لازم يكون في اقتصاد للموضوع. احنا ينفع نقلل من يعني الكتب اللي هنشتريها، بس ما ينفعش نقلل من معدل القراءه، فده كان واحده من الاسباب. السبب الثاني اني بقيت مهتم بقراءه الكتب الطبيه، بما اني عايز ابقى مثقف طبيا، وبما ان ده ان شاء الله هيكون مجال شغلي، فدي الحاجه اللي ليها الاولويه ان انا استثمر فيها وادفع فيها فلوس. السبب التالي ان في كتب قيمه جدا نفسي اقراها، ولكن مش بلاقيها بشكل ورقي، لدرجه ان انا عامل لسته كده عندي في النوتس بالكتب اللي انا عايز اقراها. ومعظم الكتب دي لما بدور عليها حرفيا مش بلاقيها، ولو لقيتها بيكون سعرها عالي جدا. فكان لابد من الخروج من الكومفورت زون دي، وندي القراءه الPDF الفرصه، خصوصا ان الحمد لله معظم الكتب اللي عندي الورقيه اللي عندي في الاوضه هنا خلاص قربت تخلص معظمها، فخطوه كان لابد منها الحقيقه. وبصراحه يمكن من اكتر الناس اللي اتشجعت من خلالهم على الخطوه دي هو السيد عمر، اللي من خلاله بس خلال الشهرين اللي فاتوا قريت حوالي 4 كتب، واكتشفت ان انا حارم نفسي بصراحه من افكار ثريه جدا. فسوري على المقدمه الطويله دي، كان لازم اشارككم بعض التطورات فيما يخص القراءه، وخلونا نبتدي بمراجعه كتب هذا الشهر. والكتاب الاول في قراءات هذا الشهر هو كتاب التبعية الثقافية للدكتور محمود عبد العظيم الديب، اللي بيقول: ما اظن منصفا ينظر الى واقعنا الفكري والثقافي الا ويدرك ما آل اليه امرنا وحال اليه حالنا من تبعية ثقافية وفكرية تزداد يوما بعد يوم حتى وصلت الى عبودية فكرية. وطبعا كلنا شايفين بعينينا ازاي شريحة كبيرة مننا هي متبوعة فكريا وثقافيا للغرب، ويمكن انا شخصيا ممكن اكون متبوع في جوانب معينة بشكل لا واعي بسبب البرامج والافلام ومن البيئة اللي انا موجود فيها. التبعية دي انا اكتسبتها غصب عني. الغرب بيقدر ينشر افكاره وثقافته بسهوله جدا لانه عنده الادوات اللي بتساعده في ده. ثانيا، وده شيء من قديم الازل، انه دايما بينظر للمنتصر نظره احترام وتقدير واعجاب، وبالتالي تبدا ان انت تحاكي وتقلد هذا المنتصر. وطبعا الحضاره الغربيه كان ليها السبق في ميدان العلم في العقود الاخيره، ونتيجه لده بقينا بنشوف اجيال عندنا هي مبهوره بالغرب وبتقلد اي حاجه من الغرب بصوره عمياء. ومش دي المشكله وبس، لكن الموضوع وصل لحاله تهجم وتعدي على الحضاره بتاعتنا من غير ما نعرف قيمه وعظم الحضاره بتاعتنا، ومن غير ما نقرا في التاريخ، ومن غير ما ناخد نظره متفحصه للحضاره الاوروبيه ونشوف هل هي فعلا حضاره رفعت من قيمه الانسان، ولا حضاره حطت من قدر وقيمه الانسان. هل دي حضاره قامت على ابنائها وعلى سواعد ابنائها وعلى الاخلاق، ولا دي حضاره قامت على استغلال خيرات الشعوب وسلب ثرواتها؟ كل دي اسئله محتاجين ان احنا نبحث عنها ونجاوب عليها، ونحاول نخرج من العباءه بتاعه التبعيه الثقافيه. لانه يمكن احنا تحررنا من الاستعمار من زمن، لكن ما زلنا بنعتمد على الغرب في كل حاجه، في الغذاء، في السلاح، في العلم، في الثقافه، كل حاجه حرفيا احنا بنستوردها من الغرب. والكاتب اتكلم عن الموضوع ده بعنوان بليغ الحقيقه، الا وهو: غزاة لا اشاهدهم وسيف الغزو في صدري. هم مش غزاة بمعنى ان هم ماسكين سلاح بقى وبيحاربوا الجو ده، لا خلاص، ولا زمن الاستعمار، لكنهم غزاة لا نشاهدهم، لانه الموضوع كله استعمار فكري. واحد مظاهر التبعيه الثقافيه هي بعض المصطلحات اللي بنستخدمها ونطبقها علينا برغم ان هي مش مناسبه لينا خالص، هي مصطلحات خاصه بالغرب، زي فكره عصر الكشوف الجغرافيه. يستخدم هذا المصطلح للدلاله على فتره النشاط البحري البرتغالي والاسباني والغربي عامه، التي كان الغرض منها تطويق العالم الاسلامي والالتفات حول ثغوره. ثم كيف يجوز لنا ان نستخدم هذا المصطلح اللي هو عصر الكشوف الجغرافيه والمقصود به اكتشافنا نحن؟ اللي الكاتب عايز يقوله من الفكره دي انه باقرارنا لمصطلح الكشوف الجغرافيه بنقول ان احنا ما كناش موجودين والغرب جه اكتشفنا، فالغرب هو المكتشف واحنا المكتشفين. فهو ده بقى الاستعمار الفكري والثقافي اللي الكاتب بيتكلم عليه. فكتاب جميل حقيقه، وطريقه العرض جميله وموجزه، وانصح بيه جدا. الكتاب الثاني هو رواية ربيع الأندلس للدكتور محمود ماهر، رواية تاريخية بتحكي عن فترة ذهبية من تاريخ الأندلس، اللي هي فترة حكم عبد الرحمن الثالث أو عبد الرحمن الناصر. وبصراحة طريقة الدخول للقصة أو الرواية كان جميل جدا. الرواية بتبتدي ببنت عندها 18 سنة اسمها فاطمة، عايشة في إسبانيا مع جدها، بتخرج مع صديقها بيدرو عشان يحضروا مراسم أحد الاحتفالات الخاصة بالتحرر من الاحتلال العربي الإسلامي. والبنت بيكون عندها غل وحقد كبير جدا تجاه العرب والمسلمين، اللي من وجهة نظرها
كانوا شويه غزاه وهمجيين. وفي يوم من الايام بتقول لجدها انه صديقها بيدرو عايز يتجوزها، فجدها بيفاجئها ويقول لها انه مش هينفع. فالبنت طبعا بتستغرب يعني ليه مش هينفع. ومن هنا بقى بيبدا الجد ان هو يحكي لها عن اصلها ويعرفها بانه اصلها كان مسلم، وبيحكي لها عن القصه الحقيقيه غير القصه اللي هي اتعلمتها في المدارس الاسبانيه. وكانت الفتره اللي كان ركز عليها في حكايته هي فتره عبد الرحمن الناصر، كانت فتره ذهبيه جدا من تاريخ الاندلس. عبد الرحمن الثالث او عبد الرحمن الناصر كان واحد من اهم الخلفاء على مدار ال8 قرون اللي حكم فيها المسلمين الاندلس. قدر ان هو يقضي على كل الفتن والصراعات اللي كانت مشتعله في المملكه الاندلسيه، واعاد للمملكه استقرارها من تاني بعد فترات طويله من الفتن والتنازع على الملك. والروايه هتحس معاها بصراحه باحساس بالشموخ والعظمه كده، واللي بالمناسبه هي مهداه لعبد الرحمن الثالث اللي كان شخصيه عظيمه جدا الحقيقه. لكن برضه في اوقات تانية هيجي لك احساس بالحسره والالم لما تشوف انه ازاي الملك العظيم ده ضاع، ولما تشوف ازاي انه كان في امير مسلم ممكن يتحالف مع مملكه مسيحيه علشان يغير على مملكه مسلمه. كل دي دروس وعبر بنتعلمها من التاريخ. فروايه جميله الحقيقه، انصح بقراءتها جدا. واكتشفت بالمناسبه ان الدكتور محمود ماهر هو باحث ومتخصص في التاريخ الاندلسي، وليه روايات تانية متخصصه في فتره الاندلس، لكن كل روايه بتناقش حقبه زمنيه معينه. وان شاء الله يعني ايه هحط الروايات ديت في الاعتبار ونديها فرصه للقراءه. وخلونا ننتقل على الكتاب اللي بعد كده. الكتاب الثالث هو كتاب فقه الاستدراك، كيف تصحح المسير وتستدرك ما فات في العمر الطويل في زمن قصير، لمحمد بن محمد الأسطل. كتير مننا بتجيله لحظات غفلة ولحظات انتكاس بيبعد كتير قوي، بيبعد عن الغايه اللي هو عايش عشانها، لكن بعد ما بيفوق من الغفله بيبدا يتحسر على السنوات اللي فاتت واللي ضاعت من العمر. فالسؤال بيكون ازاي نستدرك ونعوض اللي فات. والكتاب ده الحقيقه هو بالنسبه لي اكتشاف السنه. الموضوع اولا يهمني ويهم اكيد برضو اي طالب علم، ومش بس طالب العلم، يهم اي حد ادرك ان هو كان غافل، ادرك انه ضيع كتير ولازم يتحرك وياخد خطوه. بس المشكله ان هو دايما بيتحرك وقلبه مثقل بالاسى والحسره على ما فات. وهنا بقى الكتاب ده جاي عشان يطيب على خاطرك كده ويقول لك انه ان شاء الله دايما في فرصه عظيمه للاستدراك. الكتاب متقدم بطريقه منظمه ومرتبه بشكل كويس. هتلاقي ان هو متقسم ل3 مباحث او 3 اقسام. القسم الاول بيتكلم عن فكره الاستدراك بشكل عام، وازاي انه موضوع الاستدراك ده كان واخد حيز كبير جدا من اذهان الصحابه، خصوصا اللي دخل الاسلام منهم متاخر. واحد النماذج دي هو عكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه، اللي كان من اشد الناس عداء للرسول عليه الصلاه والسلام، لدرجه ان يوم فتح مكه الرسول عليه الصلاه والسلام امن كل الناس الا 4 رجال وامراتين، وكان عكرمه ابن ابي جهل كان احد ال4 رجال دول، لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام ساعتها قال اقتلوهم ولو كانوا متعلقين باستار الكعبه. فتخيل بقى المرحله اللي هو كان وصل لها. لكن سبحان الله ربنا من عليه بالاسلام، وكان دايما مشغول بفكره الاستدراك وان هو يعوض ما فات، وجاهد وحاول كتير جدا عشان يستدرك لحد ما استشهد في معركه اليرموك. وفي اثناء المعركه سيدنا عكرمه نزل من على الفرس بتاعه علشان يقاتل، فسيدنا خالد بن الوليد قال له لا تفعل فان قتلك على المسلمين سيكون شديد. فسيدنا عكرمه قال له خل عني يا خالد فانه قد كانت لك مع رسول الله سابقه، واني وابي كنا من اشد الناس عداء للرسول عليه الصلاه والسلام. فقاتل، ففضل يقاتل لحد ما قتل واستشهد. فموقف يعني مؤثر جدا الحقيقه، والامثله تطول بخصوص فكره الاستدراك في حياه الصحابه. فده كده ايه القسم الاول من الكتاب. القسم الثاني بيناقش المجالات اللي احنا محتاجين نستدرك فيها، وبيؤكد برضو على فكره انه الاستدراك ده مش مقتصر على الافراد بشكل مستقل، لكن دي حاجه تخص المجتمع والامه ككل. والاستدراك لازم يشمل كل الجوانب، جانب التفقه والعباده، جانب العلم، صحه الابدان، جانب السياسه، الميديا والاعلام، كل دي جوانب ضروريه ولا غنى عنها. والقسم الثالث من الكتاب بقى بيتكلم عن ازاي نحط خطه منطقيه وموزونه عشان نستدرك بيها. فطريقه عرض الكتاب بصراحه كانت ممتازه جدا، وانا ظلمتها بتقديمي لها بالشكل ده، لكن ان شاء الله انا بنعمل فيديو اخر نلخص بيه الكتاب بشكل افضل. وانصح جدا بقراءه هذا الكتاب، كتاب فقه الاستدراك. وخلونا ننتقل على الكتاب اللي بعد كده. الكتاب الرابع هو كتاب من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي. وطبعا من شويه اتكلمنا عن كتاب التبعيه الثقافيه، وانه ازاي واحده من مظاهر التبعيه الثقافيه دي ان احنا بنتنكر وبنعتدي على الحضاره الاسلاميه بتاعتنا وعلى التراث بتاعنا. الكتاب ده بقى جاي يقول لك الغرب كان فين واحنا كنا فين، ازاي صنعوا الحضاره بتاعتهم وازاي صنعنا الحضاره بتاعتنا. وحتى الجانب الجميل في الحضاره الاوروبيه كان مستمد مننا عن طريق العلوم الاسلاميه اللي وصلت ليهم من خلال الحملات الصليبيه او عن طريق الاندلس، وطرق تانية كتير ساهمت في الموضوع ده. والكاتب بيقول لك ان واحده من اسباب تفرد وتميز الحضاره الاسلاميه هي انها اول حضاره قامت على الوحدانيه وتوحيد الله سبحانه، وانه وحده هو المستحق للعباده، وده بيحرر الفرد من طغيان الملوك ومن عباده العباد لعباده رب العباد. وانه فكره التوحيد دي هتلاقيها موجوده وبارزه في
في كل مظاهر الحياه الاسلاميه. حضارتنا وصلت لمستوى عالي جدا من الاخلاق في المعاملات وكذلك في الحروب. حضاره على مستوى العلوم والطب والعمران، وعلى مستوى بناء المجتمع، مجتمع فيه طوائف ومذاهب مختلفه كلهم عايشين في امان وسلام. حضاره اهتمت برفع قيمه الانسان. فمحتاجين نقرا كتير يا جماعه، محتاجين نقرا في التاريخ، عشان لو ما قريناش في التاريخ مش هيكون عندنا قضيه، وبالتالي مش هنغير حاجه. فبس ده كان كتاب من روائع حضاراتنا، انصح بيه برضو. كتب الشهر ده بصراحه كلهم انصح بيهم الحقيقه يعني. وبس يعني ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا، وحد يكون متحمس ان هو يقرا احد هذه الكتب. وانتظروا فيديو قراءات شهر ديسمبر برضو، ومن بعدها فيديو حصاد السنه ان شاء الله خلال اليومين. بس مع السلامه.